السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا بينا مع بعض نعمل فطيرة الشوفان 3 معالق من الشوفان بس وبيضة واحدة. هتقدري تعملي منها الفطيرة الجميلة دي، تنفع للفطار الصبح أو للعشاء، وتنفع كمان للناس اللي بيعملوا دايت لأنها مشبعة جدا وفيها نسبة كبيرة من الألياف المشبعة اللي تخليكي ما تحسيش بالجوع على طول. ده عبارة عن لانشون أو بسطرمة أو لحمة مفرومة أو أي بواقي موجودة في التلاجة. ودي عبارة عن 3 معالق من الشوفان، ضفت عليهم معلقة من الزعتر، فلفل أسود، ملح، وشوية من المَيّة. باضيف المَيّة شوية بشوية تدريجيًا لحد لمّا بتتكوّن عندي عجينة إلى حدٍ ما بتكون ليّنة، لإن طبعًا الشوفان بعد شوية هيبدأ إن هو يتماسك شوية. بعد كده باضيف على البيضة ملح وفلفل أسود، وباضيف عليها بقى شوية من البقدونس، وباضيف عليها كل المكونات الموجودة عندي، سواء كان بقى فلفل ألوان، فلفل أخضر حامي، أو بسطرمة أو لانشون أو لحمة مفرومة. بعد كده باحط الفطيرة مباشرةً في طاسة تكون ما بتلزقش، وبابدأ إن أنا أعملها بإيدي لحد ما تتكوّن شكل الفطيرة، وبابدأ أضيف عليها شوية من زيت الزيتون على الوش، وأضيف عليها كل المكونات اللي أنا عملتها. ولكن لمّا بتبدأ إن إحنا نحس إنها سابت من الصينية من أسفل، لإن طبعًا بتكون استوت، باسيبها لحد لمّا تبدأ إن هي تحمر شوية وألاقي الأطراف بتاعتها بدأت تحمر. هابدأ أضيف عليها بقى شوية من حبة البركة، وهاجيب الطبق بتاعي يكون على قد مقاس الصينية بالضبط، وأبدأ أقلب فيه الفطيرة الجميلة دي. ممكن أضيف عليها كمان الجرجير بيديها طعم حلو. وبعد كده بابدأ أقلبها على الوجه التاني عشان البيض ياخد السوى الكامل بتاعه. وزي ما انتم شايفين أنا حطيت الطبق وبدأت إن أنا أقلبها. وبعد كده هابدأ إن أنا أقلبها على الجنب التاني برضه عشان تبدأ إن هي تستوي من ناحية البيض، عشان خاطر طبعًا البيض يكون كامل السوا. وزي ما أنتم شايفين طلعت فطيرة في منتهى الجمال. بُصّوا عاملة إزاي، في منتهى الجمال، شهية جدًا وطرية، يعني بصراحة كفاية إن أنتم هتشموا ريحتها وهتعرفوا إن الفطيرة دي مش هتبطّلوا تعملوها، لإنها مشبعة جدًا وتنفع في كل الأوقات. جمّلتها بالجرجير لإنه فيه حديد طبعًا، وفيه فيتامين A مهم جدًا للبشرة وللشعر، وكمان الفلفل الألوان لإنه طبعًا غني بفيتامين C. أتمنى فيديو النهارده يكون عجبكم ونال رضاكم، واشوفكم الفيديو الجاي على خير بإذن الله. دمتم بصحة وعافية، والسلام عليكم ورحمة الله.